بس العجيب إن الآلة الوحيدة اللي عايشين بيها من غير كتالوج وبنعملها كأننا أغراب عنها هي نفسنا. مشكلة بتواجه معظمنا، نيجي نحط راسنا على المخدة كل ليلة والمسلسل يشتغل في دماغنا، نفتح الموبايل سكرول بس عشان نسكت الصوت اللي شغال جوه دماغنا وما بيفصلش. ساعات بنبقى قاعدين في وسط لمة وبنضحك ومندمجين جدا، شوية نبص نلاقي نفسنا نسرح ننفصل عن القعدة تماما، فجأة ومن غير أي مقدمات نحس بقبضة في قلبنا، نسأل نفسنا واحنا مالنا؟ ايه الخنقة دي اللي جات لي فجأة؟ احنا عايشين في عصر الذكاء الاصطناعي، بنعرف نشغل فيه أدق الأجهزة بلمسة صباع، بس العجيب إن الآلة الوحيدة اللي عايشين بيها من غير كتالوج وبنعملها كأننا أغراب عنها هي نفسنا. أهلا بيكم في أول حلقة من فقه النفس، الرحلة اللي مش هندي لبعض فيها مسكنات أو نقول كلمتين فض مجالس ونمشي، احنا جايين نفكك المكنة دي من جوه ونفهمها صح. كلمة فقه مش معناها بس حلال وحرام، الفقه هو الفهم العميق لما وراء الشيء. عشان نفهم نفسنا لازم نعرف هو احنا أصلا متكونين من ايه. علم النفس الحديث بيقول لنا ان الإنسان مش شوية مشاعر متلخبطة، لا، احنا نظام، سيستم متكامل. المدارس العلاجية الحديثة زي العلاج المعرفي السلوكي لخص السيستم ده في مثلث من 3 أضلاع: أفكارنا، الكلام اللي بنكلم بيه نفسنا جوه دماغنا، مشاعرنا، القلق، الفرح، الخوف اللي بيضرب أصلا في جسمنا، سلوكنا، ردود أفعالنا وتصرفاتنا اللي الناس بتبدأ تشوفنا من خلاله. المبهر بقى إننا لو رجعنا لعلماء المسلمين من مئات السنين زي ابن القيم مثلا هنلاقيه قال نفس الكلام ده بس بلغة تانية. ابن القيم بيقول إن أي تصرف بيبدأ بخاطرة، يعني فكرة، الخاطرة بتولد إرادة يعني رغبة يعني شعور، والإرادة بتتحول لفعل يعني سلوك. يعني العلم الحديث وعلم النفس الإسلامي متفقين على قاعدة واحدة: بداية أي مشكلة أو تعب نفسي بنمر بيه بتبدأ من الفكرة اللي في دماغنا. عشان الصورة توضح أكتر تخيل معايا كده إننا بعتنا رسالة لشخص مهم، شفنا إنه قرأ الرسالة وما ردش. لو إحنا سايبين نفسنا للتيار الآلي، الفكرة اللي هتنط في دماغنا ده بيتجاهلني أو بيقلل مني. مجرد ما الفكرة دي تتولد هتشغل فورا شعور جوانا، يا إما غضب، حزن، وجع كده جوانا مش عارف أسميه، ضربات قلبي ألاقيها بتزيد فجأة. بعدين يجي السلوك، أمسك الموبايل يا إما أعمل له بلوك أو أتخانق معاه أو أتجاهله بعد كده لما أشوفه. طيب لو غيرنا الفكر، لو قلنا لنفسنا مثلا ما هو ممكن يكون فتح الرسالة غصب عنه وهو بيسوق أو في زحمة الشغل، الشعور هنا هيتغير للهدوء والسلوك هيكون اننا هنلتمس له العذر. نفس الموقف بس السيستم بتاعنا هو اللي حدد احنا هنتعب نفسيا ولا هنرتاح. طول ما احنا مش فاهمين الكتالوج ده هنفضل نلف في نفس الساقية. وعشان كده في الحلقات الجاية هناخد رحلة متدرجة مع بعض، هنبدأ نعرف احنا متكونين من ايه الفرق بين الروح والنفس والعقل، هنفهم ازاي دماغنا بتخدعنا بأفكار مشوهة، هنتعلم نقرأ مشاعرنا صح ونعرف ان القلق مش دايما عدو، ولحد ما نوصل لمحطة الضغوط والاضطرابات النفسية ونعرف امتى نقول اننا محتاجين مساعدة متخصصة. فهمك لنفسك مش رفاهية، دي الخطوة الأولى عشان تبني حياة هادية وتعرف تتعامل مع اللي حواليك صح. قبل ما أقفل هسيبك مع واجب صغير كده لحد ما نتقابل الحلقة الجاية. النهاردة لما تحس انك متضايق او مخنوق وقف نفسك كده ثانية واحدة واسأل: هي الخنقة دي سببها ايه؟ هل فكرة في دماغي ولا شعور حاسه في جسمي؟ افصل بينهم بس من غير ما تحكم على نفسك. استنونا الحلقة الجاية عشان نكتشف نفسنا من أول وجديد. سلام.